عايشة قنديشة. عايشة قنديشة ماشي غير اسم عادي. عايشة قنديشة ماشي غير اسم عادي، ولكن رعب ساكن في عقول عباد الله. أسطورة تتسافر من جيل لجيل، كتخرج في الليل وتتخلي أي واحد يسمع بها يحس بالتبوريشة طالعة مع ظهره. كاين اللي تيشوفها بطلة خارقة للعادة، وكاين اللي تيشوفها جنية قتالة بقات صورتها غامضة واقفة بين الحقيقة والخيال. ولكن من المؤكد أن أي واحد ذكرها في الليل خاصو يشعل الضوء ويقلب في جنابه مزيان. عند المغاربة هي لاله عيشة، عيشة السودانية، عيشة القناوية، ولا عيشة مولاة المرجة. واحد المرأة اللي زوينة بزاف، تتهبل بالزين وتتخطف العقول وتخلي الراجل تيضيع بلا ما يحس. ولكن تحت هذا الجمال مخبية واحد الرجلين ديال الحيوانات، مرة بحال ديال الجمل، مرة بحال الماعز، ومرة بحال ديال البغال. كتبان غير في الليل، خصوصا حدا العيون ديال الماء ولا الوديان ولا في البحورة. الراجل اللي تيتلاقى بها تتفتنو بالجمال ديالها، كتغريه، تتديه لفين ساكنه بلا ما يحس، وكتشبع منه جنسيا، وكتخليه خشبه بلا روح. تيقولوا الناس القدام انها تتخاف من حاجه وحده، وهي العافيه. شي مره تعرضات لشي رجال في الطريق ديال الدوار، كانوا غاديين يطيحوا فيها حتى شافوا رجليها بحال ديال الجمل. شعلوا العافيه قدامها، غير شافتها هربات وهي تتغوت. في الروايات مرة تجي بحال شي مرة شارفة تتكره الزواج وتتفرق بين المجوجين، وشي مرة تجي بحال بغلة القبور. تتبان مرة زوينة بزاف اللي شافها تيدوخ، ولكن عندها رجلين بحال ديال الماعز ولا ديال الجمال ولا ديال البغال. على حساب كل منطقة كيفاش كيتصوروها وكيفاش تعرفوا أنها ماشي بشرية. أي واحد جاتو الصدفة ولقاها في شي بلاصة مهجورة تتسحر ليه عقله، تتبعها بلا ما يحس، فاقد الإدراك وما قادرش يقاوم، كتجر بلاصتها وتما تتاكل بوحشيه. كاين اللي تيقول الاصل ديالها ماشي جنيه اصلا. حسب بزاف ديال الروايات الشعبيه، عيشه قنديشه ماشي غير اسطوره ولكن شخصيه حقيقيه. تيقولوا باللي هي من عائله موريسكيه كبيره شردات من الاندلس وجاو استقروا في المغرب. عاشت في القرن الخامس عشر، وكان سميتها الاصلي هو الكونتيسا عائشه، يعني الاميره عائشه. الكونتيسا تشهرات حيت تعاونات مع الجيش المغربي ضد البرتغاليين باش تنتقم لعائلتها اللي تطردات بعد ما كانت من أغنى العائلات في الأندلس، وكانت مشهورة بالشجاعة ديالها والمهارة في قتل الجنود البرتغاليين، حتى ولاو تيهضروا عليها بحال إلا ماشي بشر. قدرات تصايب ليها مجد كبير وسط المقاومين والمجاهدين وحتى عند عامة المغاربة. ولكن الطريقة ديالها كانت غريبة بزاف، كتغري الجنود، تجيبهم من الغابة ولا جنب الواد وتتخلي المقاومين يذبحوهم بطريقه خلات البرتغاليين مخلوعين منها. الحكايه ديال رجليها اللي تيشبهوا ديال الحيوانات في التفسير هو انها كانت تلبس في الهجمات ديالها صبابط خاصه تيديروا اثار ديال الحيوانات باش ما تخليش الاثار وما يقدروش يتبعوها. ولكن مع الوقت تبدلت السميه من الكونتيسا لقنديشه، وتحولت من المقاومه الاسطوره جنيه تتسكن في المخيله الشعبيه. واحد الانثروبولوجي فنلندي سميتو ويسترمارك بحث مزيان في الاسطوره ديال عيشه قنديشه، تيشوف باللي الموضوع ماشي غير خرافه ولكن هو امتداد لمعتقدات قديمه بزاف. هو ربطها مع عشتار، الهه الحب عند الشعوب ديال البحر الابيض المتوسط وبلاد الرافدين، القرطاجيين، الفينيقيين والكنعانيين. هاد الشعوب كانوا تيديروا طقوس غريبه على شرفها بحال الطقوس ديال الدعاره المقدسه. وزاد قال باللي ممكن حتى عيشه قنديشه تكون هي نفس ملكة السماء عند الساميين القدامى اللي كانوا كيامنوا باللي كتسكن في العيون والانهار والبحار واي بلاصه رطبه ومظلمه. بول باسكون عالم اجتماع يهودي مغربي تيحكي عليها في الكتاب ديالو اللي سميتو اساطير ومعتقدات من المغرب، على شي استاذ اوروبي تيقري في شي جامعه. هذا الاستاذ حاول يدير بواحد البحث على عيشه قنديشه، ولكن من بعد اضطر انه يحرق كاع البحوث اللي دار ويهرب من المغرب بسبب الحوادث الغامضه اللي وقعت ليه، واللي قال انها بسبب عيشه. عيشه قنديشه ماشي غير عندنا بوحدنا في المغرب، في الخليج عندهم وحده سميتها الدويس، في اليابان المراه مشقوقه الفم، في مصر النداهه. كاملين عيالات زوينات ولكن في الحقيقه وحوش قاتله تستعملوا الاغراء والموت. من الاغاني الشعبيه
طقوس قناوة والليلة والحضرة، للروايات بحال عائشة القديسة ديال مصطفى الغتيري، حتى الأفلام عالمية بحال بيوور اللي كتشبه القصة ديالها. عايشة قنديشة باقا كدار المخيلة ديال عباد الله، واليوم بقات عايشة قنديشة ما بين الحقيقة والخيال. تتقال في الحكايات تيتداولوها الناس في المجالس ديالهم، ولكن اللي تيأكدوه بزاف هو أن لحد الآن كاينين اللي شافوها، وكاينين اللي سمعوا صوتها، وكاينين اللي ما رجعوش من بعد ما تبعوها. يمكن تكون مجرد أسطورة، ويمكن تكون باقي كتسنى شي واحد جديد يعيط على سميتها بالليل باش تجي.